والدستور اللي احنا زعلانين منه ده هو بيحكي فيه رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية لو اخطأ مجلس الشعب والحكومة بتحاسبه. عشان تبقى عارف الدستور اللي قبل كده كان الرئيس فوق القانون، انما الدستور فوق رئيس الدولة لو اخطأ الشعب مجلس الشعب والحكومة بتحاسبه. عشان تبقى عارف يعني بعد كده اي رئيس دولة هيعمل حساب للقانون والقانون فوق الارض، ولو اخطأ مجلس الشعب والحكومة بتشيله. بيجيب لك رئيس دولة ما يبقاش دكتاتور ولا ظالم ولا مستبد. احنا قاعدين في البيوت لمصلحة مين؟ واحنا قعدنا في البيوت وعدم روحنا ان احنا نجلس فكري ونقول نعم، بنقول لليهود تعالوا احكمونا. ما هي دي معناها ان احنا ما نخرجش كلنا هي واحده ونقول نعم لدستورنا، يبقى احنا عايزين اليهود يحكمونا. عايزين امريكا تقول انا ربكم الاعلى. عايزين الاتحاد الاوروبي يجي يسيطر علينا. عايزين اسرائيل تيجي تحكم لنا. انا بلاش اليهود يخرج وربنا عارفين جيش وطني دون عن الجيوش كلها. جيش وطني ضعف وقت الشده مع الشعب بتاعه. شايفين مبارك لما افترض الجيش واقف عزله، ونفسي لما اختلف عن الطريقه عزله. يبقى احنا نوصل الجيش ما نهداش. والسكان والحيات بحكم العسكر. هو العسكر اللي بيحكمنا. هو رئيس الدولة مش رئيس المحكمة الدستورية. هو رئيس الوزراء مش رئيس المدني. هم مش الوزراء كلهم مدنيين. سيبنا من الكلام والشعارات دي. تعالى ندور على مصلحة البلد ونمد ايدينا للكل ونبقى يد واحدة ومبدأنا واحد وهدفنا واحد هو مصلحة البلد. فالبلد يكون رجال ونساء، شباب وفتيات. فيه واجب وطن. واجب وطن علينا كلنا.